واش عارف باللي النسر عنده عدو واحد فقط، عدو واحد، وماشي شي حيوان كبير ولا قوي عليه. عرفتي شكون هو؟ الغراب. وماشي حتى كيهاجمو بقوه ولا حيت المخالب ديالو قويين ولا حيت كيطير بحالو، ولكن عنده مهاره وحده، الاستفزاز. الغراب كيوقف على الظهر ديال النسر وكيبقى يضرب ليه في عنقه بالمنقار ديالو. هو ماشي باغي يطيحو، هو الحاجه الوحيده اللي باغي انه يعييه ويستريسيه ويخليه ما يركزش. في نظرك شنو كيدير النسر؟ ما كيدافعش وما كيضيعش وقته يتناقش معاه، كيجاوبو بطريقه وحده، كيرفع جناحو وكيطير لفوق 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 حتى كيوصل لبلاصه الاكسجين كينقص فيها بزاف، البلاصه اللي الغراب ما كيعرفش يتنفس فيها. تما الغراب شنو كيدير؟ كيهبط في حاله. النسر عمرو كينزل للمستوى ديال الغراب، هو ديما مطلع النيفو. وهذه هي الرساله اللي خاصك تسمعها هذا النهار. كاين واحد النوع تاع الناس في حياتك غتبقى ديما تستفز فيك، ناس ما قادراش تنافسك في نفس المستوى، عليها كتحاول تضربك من اللور. ما تضيعش وقتك ترد عليهم. الغراب ما كيستاهلش ترد عليه، كيستاهل تجاهل وانك تطلع النيفو، حيت كل ما طلعتي النيفو كل ما هو كيتخنق اكثر. بعض المرات احسن طريقه ترد بها على اللي كيستفزك هي انك تطلع النيفو لدرجه ما يعرفش كيفاش يوصل لك اصلا. اذا عندك شي غراب في حياتك بارطاجي مع هذا الفيديو.